بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معالي الأخ رمضان بوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي، السيدات والسادة الوزراء، السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتونس، السادة السفراء، السادة الأمناء العامين للمنظمات الوطنية، السيد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، السيدات والسادة رؤساء المؤسسات الاقتصادية، سيداتي سادتي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني الحضور بينكم اليوم لافتتاح الدورة 38 من أيام المؤسسة التي تنعقد تحت ساري إشراف سيادة رئيس الجمهورية. هذا الحدث البارز الذي أصبح تقليدا يساهم في التفكير المشترك وتبادل الرؤى حول المواضيع المستجدة والتي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل اقتصادنا الوطني ومؤسساتنا في ظل التحديات المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا. إن اختيار موضوع هذه الدورة المؤسسة والتحولات الكبرى، التأقلم والفرص المتاحة، يعكس عمق الوعي بالتغيرات المتسارعة التي نعيشها اليوم على المستوى الجيوسياسي أو المناخي أو التكنولوجي، والتي تتطلب منا جميعا كحكومة ومسؤولين ومختصين وشركاء تضافر الجهود والتزاما جماعيا بتعزيز الحوار البناء وتكثيف التعاون للاستجابة لتطلعات مواطنينا وتحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها. السيدات والسادة الحضور الكرام، إننا أمام تحولات عميقة في المشهد الاقتصادي العالمي تعكس سرعة التحولات الجيوسياسية الكبيرة وانحياز وتفتت التجارة العالمية، مما دفع عديد البلدان إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية والاستثمارية وإعادة النظر في شراكاتها وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتطلب منا حسن استقرار هذه التحولات على علاقات تونس التجارية ومرونتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي، والقدرة على بلورة سياسات فعالة وناجعة وتنويع الشراكات للتغلب على هذه التحديات والاستفادة من الفرص الناشئة. وفي هذا الإطار تابعت بكل اهتمام وعناية كلمة الأخ نائب رئيس الوزراء الليبي، وفي هذا الإطار نتطلع مع الأشقاء الليبيين وانطلاقا مما يجمع البلدين من روابط حضارية عريقة وكل مقومات بناء شراكة استراتيجية متميزة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاندماج بين البلدين من خلال حفز ودفع الاستثمارات المشتركة في المشاريع الكبرى والمجددة، وتوفير الضمانات والتسهيلات الضرورية لضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص، وتوسيع مجالات التعاون إلى مختلف الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ووفق رؤية مشتركة تنطلق من تشخيص دقيق للتحديات والتطلع إلى بناء مستقبل يقوم على التعاون المستدام بين البلدين. وفي هذا الإطار أيضا تتزامن تنظيم هذه الأيام مع انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الليبية للتجارة التي تنطلق غدا إن شاء الله في طرابلس، فكل التوفيق إن شاء الله للجنة المشتركة. السيدات والسادة الحضور، لقد دعا سيادة رئيس الجمهورية إلى بناء نظام إنساني جديد قوامه نظام مالي عالمي متضامن ومدمج، خاصة وأن المجتمع الإنساني بدأ يتشكل بطريقة جديدة ويتجاوز النظام الدولي القديم، ويجد هذا التغيير صداه في بلدنا من خلال التوجه نحو وضع مقاربة تنموية وطنية جديدة تحددت أرضيتها ضمن الدستور لتكون متجانسة ومندمجة وشاملة تتجاوز هنات وآثار الخيارات الفاشلة اجتماعيا واقتصاديا، وتؤسس لعقد مواطن جديد يقوم على الثقة والمسؤولية، وترسم طموحا وطنيا يسخر كل المجهودات ويشحذ جميع الطاقات ويحررها لبناء اقتصاد يخلق القيمة المضافة
ومواطن العمل اللائق والمستدام، وتكريس قيم العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثمار التنمية، وتعزيز قيم المواطنة المسؤولة، وحفز الاستثمار وضمان التكامل بين القطاعين العمومي والخاص. السيدات والسادة الحضور الكرام، لابد أن نستحضر أن اللحظة الوطنية التي نعيشها اليوم تؤشر في مختلف ما تطرحه من فرص وتحديات إلى تحقيق شروط انتقال تاريخي تحددت ملامحه منذ تاريخ 25 جويلية 2021. لحظة توفق بين مراكمة الإصلاحات ووضع رؤية استراتيجية مجددة تقوم على توفير كل شروط ومقومات الإقلاع الاقتصادي وتلبية المطالب والانتظارات الاجتماعية والاقتصادية لعموم المواطنين. لقد حدد سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ثوابت وأسس هذه المقاربة من خلال بناء وتعزيز أسس دولة تحمل رؤية مجددة لمواطنيها، دولة فعالة وناجزة وعادلة في مختلف وظائفها، وتعمل على تغيير واقع المواطن وتحفظ كرامته وتحميه من جميع أشكال الهشاشة والخصاصة، وتحرر الطاقات وتعبئ كل المجهودات في سبيل تحقيق التنمية. ولعل ما جاء بالفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي. يكرس هذا الفصل بصورة صريحة مسؤولية الدولة في توفير كل شروط وضمانات مؤسسة اقتصادية تنافسية ومبتكرة وإرساء قواعد واضحة من أجل تكافؤ الفرص والتنافس البناء والنزيه. لقد مثلت محاربة الفساد والتوقي منه باعتباره عائقا للتنمية ومصدرا للتعسف وتقييدا للمبادرة ولخلق الثروة، ولكون هذا الخيار ضمانة لحفز الاستثمار كأحد أهم أسس هذه المقاربة، حيث جاءت في هذا الإطار الدعوة إلى القيام بثورة تشريعية تشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإلى العمل على ملائمة وانسجام الإطار التشريعي والمؤسساتي مع متطلبات بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، بالإضافة إلى الحرص على التقييم المستمر للبرامج والسياسات العمومية، وبتحقيق قدر عال من شفافية المعاملات الاقتصادية وتكريس قواعد المنافسة النزيهة والتصدي لمنظومات الريع غير المستحق وتبسيط الإجراءات والتعقيدات التي تعد مدخلا للفساد، إضافة إلى مراجعة جذرية لمنظومة الصفقات العمومية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. السيدات والسادة الحضور الكرام، إن الدولة تدرك أن التحديات التي تواجهها المؤسسات اليوم على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب استجابة سريعة ومرنة من قبل المؤسسات والسلطات على حد السواء، وذلك بهدف التكيف مع التغيرات المتسارعة واستكشاف الفرص المتاحة لبلورة حلول مبتكرة ومستدامة قادرة على تعزيز نمو مؤسساتنا ومواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى. أن التحولات الكبرى على المستوى العالمي تفرض علينا بدورنا تحديات كبيرة، لكنها تحمل في طياتها فرصا يمكن للمؤسسات استغلالها، إيمانا منا بأن وراء كل أزمة هناك فرصة، فالمؤسسات ليست مجرد طرف متأقلم مع التحولات، بل هي محرك أساسي للتغيير والتطوير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل هذه التحديات نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتطوير قدراتنا الوطنية والاستثمار في مواردنا الذاتية بعيدا عن المعالجات الظرفية، حيث أن التعويل على الذات هو خيار سيادي واستراتيجي مسؤول، ويتطلب تكريس هذا الخيار من الجميع العمل الجاد على خلق اقتصاد يقوم على الابتكار وعلى دعم وتنويع الإنتاج المحلي
وعلى تعزيز نسيج المؤسسات الوطنية ودعمه وتوفير الدعم له وتمكينه من أداء دوره كرافعة أساسية للنمو. السيدات والسادة الكرام، لا يفوتني التفكير في هذا المجال بالآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية مثل جائحة كوفيد على الاقتصاد العالمي، حيث أظهرت الأزمات المتواترة هشاشة سلاسل الإمداد العالمي، ودعت الدول والشركات إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها لتقليل الاعتماد على مناطق معينة كمراكز للإنتاج، وأدى هذا الاتجاه نحو تنويع سلاسل التوريد وإلى إتاحة فرص جديدة للدول الناشئة لتحسين تموقعها ولاكتساح مجالات وأسواق جديدة. وفي ظل التغيرات المناخية التي يواجهها العالم اليوم والتي بتنا نعيش على واقعها وأثارها على اقتصادنا وعلى واقع الحياة اليومية للمواطن، أصبح التحول الطاقي والإيكولوجي ضرورة ملحة تفرض علينا إعادة التفكير في نماذجنا الاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب جهودا جماعية ومسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لبناء مستقبل مستدام يضمن إلى جانب تحقيق التنمية والازدهار المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في مواردنا الطبيعية، وخاصة تكريس أسس السيادة الطاقية. وفي هذا الإطار تعمل الدولة على إرساء نموذج اقتصادي متجدد قائما على خلق القيمة المضافة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري، وعلى دعم مشاريع إزالة الكربون والحد من الانبعاثات، إلى جانب إتاحة ظروف ملائمة لازدهار المؤسسات الناشئة المتخصصة. وفي ذات السياق نؤكد التزامنا بدعم المشاريع الخضراء وتقديم الحوافز للمؤسسات بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية. كما لا يفوتنا التنويه بتواجد تونس اليوم في طليعة الدول التي تسعى إلى وضع أسس تحول طاقي وبيئي مستدام وشامل يوازن بين تطلعات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، حيث شكل توقيع اتفاقية الربط الكهربائي كالنات بين تونس والاتحاد الأوروبي خطوة هامة نحو الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد. السيدات والسادة الحضور الكرام، إن الرقمنة تعرف اختزالا بكونها استخداما للمعلومات أو البيانات الرقمية أو الاقتصاد، وذلك في المجالات الاقتصادية والمجتمع وفي عالم العمل. وتستلزم الرقمنة تحويل الهياكل والعمليات التنظيمية من أجل تعزيز الكفاءة والإرادات والقدرة على الصمود، وما يتطلبه من رسم معالم تنظيم العمل وانعكاسات ذلك على حجم وفرص العمل المعروضة ونوعيتها، فضلا عن ظروف وحماية العمال. إن التطور في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يحتاج إلى إدارة فاعلة وقادرة على التأقلم لمجابهة جملة من التحديات، ومن أهمها الاندماج الرقمي بين شرائح المجتمع والقطاعات والمناطق الجغرافية والمؤسسات المنتجة، ومقاومة مظاهر الاقتصاد الرقمي، إلى جانب التفكير في طرق فعالة للمحافظة على الكفاءات الوطنية والعمل على تطويرها لمواكبة التغيرات في سوق الشغل، وذلك بالإضافة إلى تحديات الأمن السيبراني والتي تفرض حماية البيانات والمنظومات الوطنية. وإيمانا منا بأهمية هذه التحديات، تعمل الدولة على تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يجعل من تونس نموذجا رائدا في التأقلم والابتكار، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الفجوة الرقمية بين المناطق من خلال تطوير شبكات الاتصالات وزيادة النفاذ إلى الإنترنت عالي التدفق والاستثمار،
في مراكز البيانات والتكنولوجيا السحابية لضمان جاهزية المؤسسات للتحول الرقمي. ونشير هنا إلى إمضاء اتفاقيات تركيز الجيل الخامس من شبكة الاتصالات أواخر الأسبوع الماضي. ووفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهورية، تضع الدولة ضمن أولوياتها تحويل الإدارة إلى نموذج رقمي متكامل وإرساء حوكمة موحدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعية الرقمية الكبرى، بما يمكن من دفع الاستثمار ومن التوقي من الفساد ومكافحته ومن ضمان بناء رقمنة متمحورة حول الإنسان. وفي هذا الإطار يتنزل تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لمختلف المرافق العمومية ضمن الحرص على تسهيل المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجهة للمؤسسات، حيث أقرت الدولة مؤخرا جملة من الإجراءات تستهدف المواطن والمؤسسة على حد السواء. ونذكر منها على سبيل الذكر للحصر ضبط قائمة أولية موسعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن والمتعامل الاقتصادي بها طالما كانت تتحوز بها الإدارة في إطار نظم الترابط البين للمعطيات. كذلك المراجعة الشاملة لخدمة التعريف بالإمضاء والتخلص تدريجيا من آلية المصادقة على المطابقة بالأصل. إلى جانب توحيد النفاذ إلى بوابات الخدمات الإدارية القطاعية من خلال إطلاق استغلال بوابة وطنية موحدة للخدمات الإدارية ورقمنة إجراءات الخلاص للمتعاملين مع الإدارة. كما تم الإعلان عن إطلاق دعوة لفائدة الشركات التونسية الناشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد إنجاز خدمات رقمية لفائدة الإدارة. ويتم العمل بكل اهتمام على حذف عدد من التراخيص الإدارية وتعويض البعض منها بكراسات شروط وتقييد إصداء عدد من الرخص بأجال محددة، إلى جانب العمل كما أشرت منذ قليل على ملائمة الإطار القانوني ومراجعة جذرية لمنظومة الصفقات العمومية وملائمتها مع خصوصيات القطاع الرقمي. السيدات والسادة الحضور الكرام، انطلاقا من أن الإنسان هو محور التنمية، تعمل الدولة على إطلاق برامج تدريبية موجهة لإعداد الكفاءات الوطنية في مجال التقنيات المتقدمة على غرار انطلاق منصة أكاديمية التكوين الرقمي. كما يجري العمل على تحديث المناهج التعليمية لضمان توافقها مع متطلبات سوق الشغل بهدف تعزيز قدرات الأجيال المقبلة على التمكن من المهارات والاستفادة من الفرص الجديدة التي يتيحها التحول الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك تولي الدولة أهمية خاصة للتحول الرقمي للإدارات العمومية والإصلاحات العميقة لتدعيم أسس حوكمة الهياكل العمومية، وخاصة منها الهياكل التي تؤطر وتساند الباعثين الشبان والمؤسسة الاقتصادية، ومن ذلك إطلاق المنصة الإلكترونية الباعث الذاتي التي تسهل النفاذ إلى الخدمات وتسريع الإجراءات، والمنصة الإلكترونية الموحدة للاستثمار، والمنصة المخصصة لبعث الشركات الأهلية ومرافقتها. السيدات والسادة الحضور، لقد تم الانطلاق في مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار عبر صياغة نص قانوني جامع وموحد وأفقي يقطع مع تشتت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار وتفعيل الصعوبات التي يمكن أن تعترض المستثمر في شتى المجالات. وإيمانا منا بأهمية دور القطاع الخاص في الرفع من نسق الاستثمار، سيتم اعتماد مقاربة تشاركية لإعداد النص الجديد بما يمكن من الاستجابة لتطلعات المؤسسة من تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص وتشجيع تواجد المستثمر في الأسواق الخارجية والتوجه نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
وبالتوازي مع مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار تمت مراجعة مجلة الصرف، حيث تم تضمين أحكام تحفز الاستثمار التونسي والأجنبي، كما يتم وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الترتيبي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية بهدف تحقيق الجدوى وتعزيز مبدأ المنافسة وتطوير مناخ الأعمال، بما يسهم في تعزيز حوكمة الأداء المؤسساتي ويحفظ مصالح المؤسسات الاقتصادية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. ويتم العمل بناء على التوجهات الرئاسية على إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل المسرحين لأسباب اقتصادية قصد مرافقتهم وإعادة إدماجهم في سوق الشغل. وفي نفس السياق تم مؤخرا إقرار طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية بمقتضى الأمر المؤرخ في 24 أكتوبر 2024، كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 أحكاما تتعلق بسن عفو جبائي وديواني ليمكن مختلف الفاعلين الاقتصاديين من تسوية وضعيتهم. إضافة إلى ذلك تم ضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي بمقتضى الأمر عدد 497 والمسابقة على دليل الإجراءات الخاصة به لإنجاز المشاريع الكبرى والمشاريع المعطلة. السيدات والسادة الحضور الكرام، قصد توفير أفضل الممهدات لتحقيق الاقتلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتلبية المطالب والانتظارات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي والخاص كرافعة أساسية للاقتصاد، وبالتوازي مع كل ما تقدم، وحرصا على إضفاء مزيد النجاعة في متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة واستحثاث نسق إنجازها، تم التأكيد على اطلاع كافة الهياكل العمومية المركزية والجهوية المعنية بمهامها على الوجه الأكمل بالمرافقة والمساندة والتوجيه لحفز الاستثمار وحسن التعهد بالملفات من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات المسجلة واقتراح الحلول الكفيلة بتسويتها ورفعها عند الاقتضاء للجهات المختصة. كما تم تفعيل دور اللجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة للتسريع في إنجازها ومتابعة تنفيذها، وتم توجيه السادة الولاة للاطلاع بدور محوري في التنسيق واستحثاث نسق الإنجاز. كما تم بالتوازي توجيه السيدات والسادة الوزراء إلى إداء مهام قيادة وحوكمة ومتابعة إنجاز المشاريع الراجع إليهم بالنظر أو على مستوى الهياكل العمومية تحت إشرافهم العناية القصوى، وذلك وفق مؤشرات ولوحات قيادة تتيح لهم التدخل العاجل للدفع بنسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات المسجلة. كما تم إقرار إجراءات عاجلة بمقتضى منشور رئيس الحكومة عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات والمتعلقة خاصة بغرامات التأخير ومراجعة الأثمان والمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية وترشيد طلب الضمانات المالية وغيرها من الإجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية. السيدات والسادة الحضور الكرام، لقد حرصت الدولة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 25 على اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم مناخ الأعمال، والمتمثلة خاصة في إحداث خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل مخصصة لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة. 2. إحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة مخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة أيضا. 3. إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل
لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة. أيضا إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جان في 25 إلى موفى ديسمبر 26 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدتها، كما تم تخصيص اعتماد إضافي ب20 مليون دينار لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية. كما سيتم العمل في إطار الاستجابة إلى مختلف تطلعات المواطنين في تحقيق تنمية نامجة ومستدامة وعادلة، وتجسيدا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية على مراجعة أحكام مجلة الشغل بالاعتماد على مقاربة ترتكز على التوفيق بين متطلبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال. السيدات والسادة الحضور الكرام، إننا نؤمن بقدرة شبابنا على قيادة مشاريع ريادية ومبتكرة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني، فلا يسعنا إلا تثمين المبادرة الرائدة لسيادة رئيس الجمهورية وحرصه على تحفيز المبادرة الجماعية وتحقيق التنمية الجهوية عبر إحداث الشركات الأهلية، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة لعدد هام من شباب المناطق الداخلية وتمكين من المبادرة بخلق مواطن الشغل ومصادر رزق جديدة في عدة قطاعات وفي عدد من الجهات. وفي ذات التمشي تعمل الدولة على توفير كامل الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية وتأمين المرافقة والتكوين، فضلا عن تيسير النفاذ للتمويل والحصول على الحوافز والتشجيعات الضرورية، وهو ما يعكس توجه الدولة المرتكز حول تشجيع الريادة والاستثمار الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والعمل على إرساء إطار تشريعي ملائم. السيدات والسادة الحضور الكرام، في ختام هذه الكلمة أود التأكيد مجددا على ضرورة الاستثمار في هذه المتغيرات وتحويل الفرص التي تتيحها إلى محركات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والدامجة. كما أؤكد لكم سعي الدولة المتواصل لدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز قيم الحوار والتعاون وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراق. إن هذه الجهود ليست سوى بداية الطريق التي سنقطعها بإرادة جماعية وروح وطنية عالية وعزم مشترك لتحويل التحديات إلى فرص ومشاريع. وفي هذا الإطار أجدد الدعوة لمواصلة العمل معا جنبا إلى جنب لتوفير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار ولبناء اقتصاد وطني ومستدام يجعل من تونس منارة للتقدم في المنطقة. كل التوفيق والنجاح لأعمال الدورة 38 من أيام المؤسسة، ودامت المؤسسة الاقتصادية التونسية مزدهرة تنافسية ومبتكرة، ونتطلع إلى التفاعل بكل إيجابية مع مخرجات هذه الدورة وتوصياتها لنساهم في صياغة السياسات العمومية التي تمكن من النهوض بمؤسساتنا الخاصة والعمومية. وأشكر كل من ساهم في تنظيمها وإنجاحها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.